احنا تاريخ عمامتنا هاي. واحد من الشباب قال احنا ما محتاجيكم، اهل العمايم انتم ما محتاجيكم، شو نسوي بيكم؟ انتم شنو اضافتكم لنا؟ والله شي واحد قال شنو اضافتكم لنا انتم؟ ما نريدكم. قلت له اخو ما يخالف، كمل حكي خلينا نسولف انا، شوف تريدني لو ما تريدني. قلت له انا اريدك، انت هم المفروض تريدني، ليش كذا تقول؟ وقعدت اسولف له. قلت له انت يهمك تراث اهل البيت لو ما يهمك؟ قال يهمني. قلت له انت معتقد اهل البيت على حق لو ما معتقد؟ قال معتقد حسين على حق. قلت له كل زين. قلت له هذا تراث الحسين اللي تعتقد به على حق منين وصلك؟ انت الان شيل العلم والعلماء والحوزه، ما تريدهم انت؟ ما تريد؟ قال ما اريد. قلت له خو شيلهم. هذا الحسين اللي تحبه تراثه منين وصلك؟ منين وصلك هذا التراث؟ سكت. قلت له انا اقول لك، ما تعرف تجاوب انا اقول لك. وصلك من الكليني. قلت له ما الكليني تراث اهل البيت يوصلك؟ وصلك من الصدوق، وصلك من صاحب المحاسن، وصلك من الصفار صاحب البصائر، وصلك من القمي. منين وصلك تراث اهل البيت انت تقول اهل البيت على حق، ايش ما ادري اهل البيت على حق. فانت تقول احنا ما محتاجيكم، وهذا العلم والعلماء هم اللي يحفظوا لك تراث اهل الحق. فانت اذا هذول ما محتاجهم، نور اهل البيت شلون تحصله؟ تراثهم شلون تحصله؟ حقهم شلون تحصله؟ وبقيت اتناقش وياه بهذه الطريقه الى اخر المطاف. صورنا انا وقال اخذ صوره، شاقيت وياه قلت انت مو ما تريدنا صوره؟ يصير بصوره. كون نقعد يا شبابنا ايها الاخوه، اكو مشاكل على شبابنا. شبابنا الان قاعد يتابعون مواقع التواصل وياخذون ثقافتهم بعضهم من مواقع التواصل. احنا كون نقعد وياهم، وسع صدرك واقعد وياه واسمع منه وسولف وياه. سولف وياه مو تغشه، لا بين الحقيقه. على شنو نغش؟ احنا ما عندنا شيء مضموم خايفين منه اتباع اهل البيت. احنا هاي عمامتنا صار لها 1000 سنه تقاتل من اجل الحق ودفع الضرائب من اجل الحق. احنا ما عندنا شيء خايفين منه يعني. اقعد وياه اناقشه حتى ابين له الحقيقه، مو اكثر من ذلك. اقول له هذا الجهود وهاي الجهاد اللي يبذل عبر التاريخ حتى يحفظ نور ال محمد ووصل لكم يا اتباع ال محمد. قلت لهم للشباب تدرون مثل الكليني 20 سنه انطى من عمره حتى يجمع تراث اهل البيت، يسافر من بلد الى بلد حتى يجمع لكم قال الباقر قال الصادق. تدرون انتم بهذا الحكي؟ الصدوق شنو سوى تدرون؟ اقتنعوا بالنتيجه، اقتنعوا شباب وتغيرت نظرتهم ولله الحمد بمحبه اريحيه